امي يعني وارحموا ميتين ام اي حد. ولما تكون سواق ميكروباص واقول لك على جنب، اقف ما تهديش وتستنى ان انا انزل. التليفون فصل. بنسى احط حاجاتي في الشاحن ده عذاب. حوار ان حاجات ببطاريه ده نفسي افهم امتى هيبقى فيه طاقه لا نهائيه. يعني بجد محتاجين نخترعها بسرعه يا جماعه. يعني البيس تعلوه شويه. آه المهم، امبارح اول امبارح كانش فيه فلوج لسبب جميل. انا كنت اوف خالص. يعني الصدمات بتاعت نقلة النقلة من كوكب السعودية لكوكب مصر لسه موجودة وبتزيد. وبتزيد بغلا، يعني بتزيد وكل حاجة بتمنها قوي يعني. آه. انا كل ده بس انا كل ده عايز اركب اوصل النت بس عندي في البيت، مش اكتر ولا اقل. يعني ما بحلمش، مفيش طموح اعلى خالص. على العموم، آه احنا النهارده نروح الجيم بنسبة كبيرة، نسبة كبيرة. ده هنركب ميكروباص المساكن تاني واحنا رايحين الساعة دلوقتي واحدة. ساعتين كده ولا حاجة، ساعتين ونص ونروح نركبه تاني للأسف. بس تقريبا واحنا راجعين مش هنركب المساكن نسبة كبيرة يعني. اوكي، نركب اوبر. اوبر. انا عاجبني ان الدقن والشنب بصراحة ابتدوا يطلعوا وبيطلعوا احسن من الاول بكتير جدا. فابتديت اقتنع الصراحة بفكرة ان او انا جبت القلم ده ب35 جنيه، وجبت دي المفروض مقلمة بس هستخدمها أظن معظم الوقت أحط فيها المعدات، أحط فيها الهارد والميكروفون، وأظن الترايبود كمان يجي فيها. هي كبيرة. أنا كنت في الأول بستخدم دي فجبت دي. أظن ده فرق محترم وفرق سماكة. عشان أنا دلوقتي الميكروفون ده جوه هنا، بس أنا هستخدم الميكروفون. أنا أقول لكم مش هستخدم الميكروفون قصد عشان معرقلش التصوير، أنا صور على طول. لو في تمرين النهارده هيبقى في تصوير تمرين حلو كده. اوكي، وبإذن الله نعرف نسجل الفلوج ده وينزل النهارده. آه، او ننزله بكره ونبدا نعمل بيست. يعني ايه بيست؟ يعني نبدا نعمل يعني نظام ان احنا نصور النهارده عشان ننزل بكره، نصور النهارده عشان ننزل بكره، نصور النهارده عشان ننزل بكره، توك 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 كده. واظن الحركه دي هتخلينا نعرف نحط شويه منتجه في بتاع، يعني الترانزاكشن تبقى سموث اكتر، فاهمين؟ ما يبقاش فيها قطعات صم كده زي اللي حصلت من شويه. التليفون فصل مره واحده لقيتناه قاعد هنا. اوكي اوكي، سي يو ليتر على جامد. اوكي يا اولاد، هنصلي ونعمل ماما. اوكي، طلعنا الحله اهي بننشفها عشان نعمل لها رز. طلعها الفراخ كمان تسيح سيكه كده، بعدين نقوم مسوينها على طول. نطفي بقى النار على ديت، نصلي الظهر، بعديها نعمل اكل and then نروح نركب المساكن. الميكروباص الوحيد اللي تركبه يكون هو راكبك مش انت اللي راكبه. تم الصلاة. amazing جدا baby. هنعمل رز بقى كتير، معرفش رز so it's gonna be a good experiment. فين الرز؟ ده رز ده رز. هنجرب دلوقتي ونشوف النتيجة بعدين. يلا بينا. ماشي، انا دلوقتي كنت بعمل رز. ايه ده بقى؟ ده ايه ده؟ ده اللي هاكله الرز ولا دول مين دول؟ يعني ايه المنظر ده؟ ماشي، وطي النار تاني يا ابني. كات، عيد من الاول. انا اشتكيت واتقال لي اغسله ويبقى تمام، فانا هغسل. هنعمل ايه؟ هغسل بس هيبقى في ترايبود دلوقتي. ده بقى احسن بكتير. هنغسله. الفراخ اهي تمت. استنى كده شويه. الفراخ تتم خلاص. يعتبر ايه،
استوت. احنا قدمنا عليها بالرز شبه عجن بس نوت باد يعني اول مره من فتره. ده بس خالتي ايه ما تسبليش عليه. تمام و بس كده زي الفل. دلوقتي هنسيب الاكل ننضف شويه عشان احنا شبه يعني بهدلنا شبه تراتيف واسافه بس مش اكتر. بص لي عشان انا مكسر هذا لسه. تمام. والله بس شكلك بس. قبل ما اروح اركب المساكن عايز اقول حاجه. اللي بيتفرج اللي وصل لغايه هنا اساسا من الكائنات الغريبه اللي مش عارف مين هيشوف الفلوج دوت بس اهو كده ماشي. لو فاتتك صلاه روحها. الساعه دلوقتي مش عارف كام بس اكيد يعني انت مش بتتفرج دلوقتي على الفلوج كان انت ما وقفتش التسجيل ده اصلا. الله اعلم هيتسيب ولا لا. لو فاتتك صلاه فجر ظهر عصر مغرب عشاء قوم صليها. وانا قاعد هنا ما بتحركش ولا بتهز. ده لو انت قاعد وهمك ان انت تتفرج عليها تمام. لو مش همك قوم صلي. لو في حاجه مهمه تانية هتعملها لا قوم صلي سيبك منها وقوم صلي. لو وراك درس قوم صلي تمام. اوكي اي حاجه تبان دلوقتي قوم صلي 5 دقايق. الصلاه على فكره تعدي هوا انت هتقعد تسكرول 70 ساعه بعد ما يا عم بقى مش لا انا مش هيدت فايه معلش بقى انا هقفل يلا. بالراحة. ايه ده؟ ركز مع الناس اللي بتقولك هنا، انت بتلاقي الطريق اللي يريحك وتقف فيه، الناس عايزة تنزل في اخر الدنيا. خش يا عم الحاج. مش كده نازل. خش يعني هيريحك. الله يريحك ويريح الجميع ان شاء الله وياخدنا كلنا. هادي يا حسن. ايه يا معلم يا حسن. استنى يا كريم. عارف ان احنا رجعنا تاني جنب خط سريع بس واحنا في نص الطريق اكتشفنا ان احنا كنا اصلا رايحين بلا هدف. اللي احنا كنا رايحين نقابله روح خلاص. المهم احنا جينا وكلنا وللاسف عملنا كوبايه شاي. الصراحه مش شربتش شاي ولا قهوه ولا اي حاجه بس ايه قلنا اجربه الصراحه. وانا بعمل كوبايه شاي دخلت شميت ريحه كده قلت ما نجربه البتاع ده. انا شربت شاي قبل كده بس طبعا ايه من الوقت التاني كده بتهف نفسي عليه. المهم دلوقتي هنحاول نعمل كام جدول تدريبي هنشتغل عامة أو نذاكر. ممكن تعتبرها مذاكرة. هي مذاكرة أكتر من شغل الصراحة. فاحنا هنذاكر وبعديها هنقوم نتكلم بقى نشوف أحمد هنروح الجيم ولا لأ. يعني المفروض أصلا من نص ساعة نكون رحنا الجيم بس هنشوف بقى على حسب ميعاد اللي متكلمين فيه امبارح. الساعة 9 عليه دلوقتي واشوف. كلمنا احمد وقال ربع ساعه ونكون قدام الجيم. وانا لسه عامل كوبايه شاي وانا ما بحبش اشرب حاجات سخنه. يعني اتاخر على احمد هنسيب كوبايه الشاي يعني نشرب منها على قد ما نقدر بعدين نقوم نتحرك ليه. اظن ان احنا المفروض ناخد كام بق دلوقتي واحنا بنلبس عشان نقوم ننزل دلوقتي وهنذاكر ونعمل شغل بعدين. اوكي نشوفكم في الجيم بقى. اوب انا كان المفروض اطلع معاك الصراحه من الشنطه بس ما ركزتش بقى وايه معلش بتحصل. بلاش يبقى طويل قوي كده عشان كده ملفت للانظار. احنا كمان مش عايزين نجيب كل الفيو اللي ورانا واللي حوالينا. هنروح دلوقتي الجيم. وتقريبا هتأخر سيكا عشان احنا نروح مشي على احمد. يعني هتأخر كام دقيقة كده عن بتاع حبة. ليه لا يعني بس انا حاسه ميت. يعني هو صوته كان فيه طاقة عالي بس انا حاسه عايز ينام.
او يعني ترجمت كده دلوقتي عشان هو بيخلص شغل متاخر وبيجي ينام الصبح ويصحى بالليل يعمل حاجات غريبه كده. فايه الموضوع يعني ليس باللطيف مني جدا. على العموم دلوقتي هنلعب رجل، تمام؟ فيبقى في كام شوط حلو كده للرجل، مش هنصور التمرينة كلها الصراحة، يمكن نصور مجموعة من 3 تمارين ولا حاجة بس، يعني ده 3 مجاميع حلوين أوي عليكم، كفاية جدا. بس يا رب بس الجيم ما يكونش زحمة النهارده الاثنين، ما اظنش ان هو يكون زحمة اول الاثنين، بس برضه يعني فور ذا كونسبت والوقت دوت 50 تشانس الصراحة ان هو يكون زحمة او مش زحمة. اوكي يلا نقفل دلوقتي، اراكم في الجيم يا اصدقائي. اوكي في نص الطريق عندنا جبنا ايس كريم، عارف ان احنا لسه واكلين بس ده هيسند برضه حبتين 3 يعني. ايس كريم بالدارك شوكليت، في ايس كريم كده اكلته في الفرج مع كابتن رفاعي، كابتن رفاعي يشرب على الكلام ده وخلاني ابقى مدمنه الصراحه. يعني انا اكلته مره واحده بس معاه، بقيت كل ما اعدي من اي يعني انا بقى كنت قبل كده بعت له فيديو نوت وانا بقول له هو طعمه حلو وكل حاجه بس مضر للدايت وفلوسي الصراحه. انزل على تحت كده. دارك شوكليت برضه ما يضرش، ولا حاجه هتضر الفلوس والدايت برضه، مش عشان عليه طبقه دارك شوكليت بقى صحي. المهم كنت عايز اقول ان احنا النهارده عايزين هنقعد نتكلم كده كلمتين 5 رزبانه جد كده، مع ان الفلوج ده اظن هيبقى طويل سيكا، بس عموما احنا هنقفل بدري بعد التمرين هنقفل. اوكي فسي يو ليتر بقى، بس داخلين على الجيم، هنعدي الشارع اللي هناك ده نخش على الجيم و هنبدا ضرب النار. عايزين نكسر وزن النهارده في الليج بريس، يلا بينا. نقفل ازاي ده؟ ايه انت بتوريهم شعر مناخيري ايه؟ كيف الحال؟ متأكد هنلعب رجل النهارده؟ عايز انا عايز الصراحه، يلا بينا. مش هنلعب ليج بريس، مش هاكل ليج بريس، ما هيلعب ايه؟ ما احنا لازم نلعب سكواد فاريشن، لازم نلعب حاجه فيها سكواد. مبقاش طعم. لا انيل من الليج بريس، اخف والله، اريح اخف مين؟ لا اخف اريح بالنسبه لل الطعن اخف من الليج بريس. ده اللي هو منين يعني؟ ده من انهي جهه؟ الطعن اللي هو ده اخف من الليج بريس؟ انت بوزي يالا ولا سادي بتحب العذاب؟ والله ولا عازم حنانين، انا عذبت من الليج بريس. الليج بريس عذاب اكتر من الطعن؟ اسال اي عرس، اسال اي حد هيقول لك ان عميد ولا ايه؟ يلا بينا. ده ايه مالك؟ بوست ولا ايه؟ ما ايوه تعالى اقف وراك، كنت بتصور الكاميرا بالظبط. الله اكبر عليك والله يا ابني، ربنا يحفظك لابوك ربنا اقعد عليها ربنا يحفظك. حاسس هموت في ماشي بس كده فوق. جود جوبز. لا حول ولا قوة الا بالله. العب يا ولدي، العب. تاخد مايك تصيح وانت بتلعب؟ تصيح؟ ما تصيح؟ مش عايز تصيح؟ خلاص ما تصيحش بقى. فول ستاك دي ولا ايه؟ فول ستاك؟ بيناها فول ستاك. احنا نزود الرينج اوف موشن. انا هزود الرينج اوف موشن يا جماعه.
جود بوي. انا هحط دي بقى وازود الرينج اوف موشن. انا مش هيحصل ليه؟ على فكره حاجه عاديه يعني مش هقف. مع ان هي المفروض تعمل بحاجه اخف من دي تقيله قوي او ناشفه قوي يعني. بس ايه، انا مكسل اجيب حاجه الصراحه. يسري هيشوفني بالله بعمل دلوقتي ده. بص كده زودنا رينج اوف موشن. بص على اخره. اوه ماي جود انه رينج اوف موشن. بس يا ولد عيب هذا. احسن بكتير يا اسطى. احسن بكتير كيك يا نهار ابيض. قاعدين بيلعبوا ترايبود. افتح الترايبود. عبس. ايه ده؟ ايه يا مالك يا سوى تفضل. استنى انا هصطاد المناخير ال 10 سم رابع. انت معرق ابعد. نعمل كده ايه؟ مش شغاله برضه. هرجعها ازاي؟ كنت قاعد اهي. انت بتسجل المايس ليه؟ يعني ليه فاتح المايس؟ بتكلم. تقول ايه بقى؟ لا ده بعد يلا بعدين كام حاجه بعد بص مش هحطها غلطه كلها. مش هحط الغلطه كلها كده. اصل انت عارف مش محتاج اعمل ايه، محتاج اتكلم بالانجليزي عشان يا عم. انا شغلت ولا لا؟ نعمل نفع 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 22 23 يلا بقى 24 يلا 25 يلا اوكي here we go. في البيت اخيرا تم بيت بوم.
5 رزمانه بقى كده شويه. بصوا، عشان نحدد بس مصاريف الفلوجات، عشان احنا نزلنا فلوج نزل، وانا عارف ان اول فلوج ده مش حلو، والتاني فلوج ده كمان مش هيكون حلو، والتالت فلوج ده كمان مش هيكون حلو، اول 100 فلوج مش هيكونوا حلوين، اول 1000 فلوج مش هيكونوا كويسين. مش مهم، هنكمل. الاستمراريه والديسيبلين، عايزين تقولوا على كده، ده كله هيكون مفتاح للي قدام. اوكي، فاللي جاي هيكون عباره عن ان احنا هنمشي، اللي هيتصور هينزل. الحاجه الوحيده اللي تخلي ان الحاجه ما تتصور ما تنزلش ان اليوم كان مليان الفيديوهات اللي فيه شتايم، وانا مش هعرف اشيلها، بس عشان مش هينفع انزل شتايم، مش شتايم مني او من اصدقائي، من العالم اللي حواليا، عشان أنا بصور وانا في الشارع، بصور وانا مثلا في اي حته. لو اللقطه بالغلط جه فيها واحده مش منقبه، مش اسمها ايه، مش محتشمه، لبسها مش محتشم، سيبك من الحجاب ومش حجاب، عشان الحجاب دلوقتي بقى فيه كلام قد كده يعني. تمام. زائد كمان الكونتنت، باذن الله باذن الله مع دخول الجامعه كده هيبدا يظبط، يعني على يوم 24 25 هينزل كام فيديو، ولو مش هينزل فانا كده كده جه في بالي كام فكره من فتره حلوه يمكن نصورها كده وتنزل فيديو فيديو بقى، مش فيديو اديت ولا فلوجات، فيديو معلومات، هنطلع نقول نتكلم كده في التليفون. واظن ان دوت فيو حلو الصراحه، ده فيو جميل، يمكن نعتمد الفيو دوت احنا نقعد نتكلم فيه دايما. بس للاسف هو اساسا الزاويه ديت غلط، عشان انا مش لاقي الترايبود، فما قلتش ان انا مش هصور. واستنى ابص تحت كده هنا، مفيش ترايبود، الو مفيش، يا هو ها مفيش ترايبود. اوكي ماشي تمام، عادي عادي، بتحصل بتحصل. هنشوف هو فين، هنلاقيه باذن الله. المهم اللي انا قصدي نوصله ان مش هيبقى مهم دلوقتي الكونتنت جودته عامله ازاي، عشان في ناس كتيره قوي نزلت كونتنت وحش، الجوده بتاعته زباله، وما كانش فيه محتوى، وقعدوا ينزلوا. الاستمراريه بس ديت ربنا رزقهم بسببها، ان هو كان ديديكيتد لحاجه واجتهد فيها وكان بيحاول يحسن كل شويه، ديت لوحدها ربنا رزقه قدام فبوم تشبخ. اوكي. فاحنا هنحاول نعمل كده على قد ما نقدر، وعلى قد ما نقدر ديت معناها ان احنا هنجيب اخرنا، فلما نجيب اخرنا فاحنا ما نعرفش نعمل اكتر من كده، فاحنا كده بنسعى، فلما نسعى ربنا هيرزقنا. مش مهم بقى يرزقنا بالفيديوهات، يرزقنا باي حاجه، يمكن اسبب الفيديوهات دي تتقفل ويبقى داخل فيديو ليا، بس ربنا هيكون رزقني في حاجه تانية، وهي دي هتكون طريق الصحيح، عشان عملت اللي عليا. تعمل اللي عليك هتاخد نتيجه. هل معناه ان انت عملت اللي عليك في الطريق ده معناه ان انت هتاخد النتيجه في الطريق ده؟ مش شرط. هل معناه برضو ان انت لازم تاخد النتيجه في طريق تاني؟ لا خالص. لو اجتهدت هنا وربنا ما وفقكش هنا، يعني طلع عينك قوي وما نجحتش هنا، خلاص هتلاقي طريق تاني بيتفتح لك وانت سايب ايدك كده، وانت سايب ايدك كده هتلاقي طرق تانية بتيجي. بس اول ما الباب يتفتح مش معناه ان هو هيتفتح وانت هنا، ومش هيتفتح في اخره، لا، الباب هينور من بعيد كده وانت تروح له، وبعد ما تسعى وتروح له تسعى ان انت توصل لاخره، وباذن الله ده يكون هو الباب الصحيح. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واتمنى تكونوا انبسطتوا معانا مع فلوجات محمد خالد، والسلام عليكم. ما تنسوش كل اللينكات تحت، لو في الديسكربشن هتلاقوا لينكات تحت، خشوا كده عشان بنلاقوا كمان لايكات كده وحاجات كده بتدلعنا كده. يلا سلام عليكم. قلنا مفيش ادف بقى، فيلا باي.